يا أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد، ومعاكم محمد سامي من قناتكم لحظة حسم. النهاردة هنتكلم عن مهارة أساسية جدا لنجاح أي حد في مجال عمله، لكن كتير مننا بيستهين بيها: فن الإقناع في بيئة العمل. إزاي تقنع زملائك بأفكارك وتكسب دعمهم؟ كلنا عندنا أفكار عظيمة، سواء كانت فكرة لمشروع جديد أو طريقة لتحسين الشغل أو اقتراح يحل مشكلة كبيرة. لكن للأسف الأفكار دي ممكن تموت قبل ما تتولد، لمجرد إننا منعرفش نعرضها بطريقة مقنعة، وبنحس إننا مش بناخد بجدية. وده بيسبب إحباط كبير وممكن يعطل مسيرتنا مهنية. الحقيقة إن عدم القدرة على الإقناع مش بيضيع عليك بس فرصة تنفيذ أفكارك، لأ، ده بيأثر على سمعتك المهنية، بيقلل من تأثيرك في فريق العمل، وممكن يخليك تحس بالإحباط لأنك بتشوف أفكار غيرك أو حتى أقل جودة بتتحقق لمجرد إن صاحبها عرف يقنع بيها. الإقناع مش معناه إنك تكون شخص متلاعب أو بتعرف تتكلم كتير، لأ، الإقناع هو فن عرض فكرتك بطريقة تخلي الطرف التاني يقتنع إنها في مصلحته هو كمان، وإنها هتحقق منفعة مشتركة. والخبر الحلو إنها مهارة بتتعلم وتتطور بالممارسة. في الفيديو ده مش بس هنقنعك بأهمية فن الإقناع، لكن كمان هنفهمك المبادئ العلمية والنفسية وراءه، وهنشاركك خطوات عملية وبسيطة جدا تقدر تطبقها من النهاردة عشان تبدأ تعرض أفكارك بثقة وتأثير، وتخليها تتحول لواقع ملموس في بيئة عملك. يلا بينا نكتشف أسرار الإقناع في بيئة العمل، ونفتح أبواب جديدة للإنجاز. ليه فن الإقناع مهم جدا لنجاحك المهني؟ المكاسب الحقيقية بتحقق أهدافك المهنية والشخصية. الإقناع هو مفتاح الحصول على موافقة على مشاريعك وميزانياتك وخططك. كمان بيساعدك في الحصول على دعم المسار الوظيفي. بتكتسب تأثير ومصداقية influence and credibility. لما تكون قادر على إقناع الآخرين بمنطقية أفكارك، ده بيزود ثقتهم فيك وفي رؤيتك، وبيخليك شخص ذو تأثير. بتعزز التعاون داخل الفريق Team Collaboration. الإقناع الفعال بيخلق بيئة عمل إيجابية وبيشجع على التعاون، لأن الكل بيحس إنه جزء من النجاح ومليكش مصلحة شخصية ضيقة. بتحل المشاكل بشكل أسرع وأكثر فاعلية. لما تقدر تقنع زملائك بالحل الأفضل لمشكلة ما، بتوفر وقت ومجهود كتير على الجميع، وبتوصل للنتائج المرجوة بسرعة أكبر. بتطور مهارات القيادة Leadership Development. القدرة على الإقناع هي أساس القيادة الفعالة. القائد الجيد هو من يستطيع إلهام وتوجيه فريقه نحو رؤية مشتركة. خطوات عملية ومبادئ نفسية لإقناع زملائك بأفكارك. الخطوة الأولى: اعرف جمهورك ومصلحتهم Audience Centric Approach. المبدأ النفسي: الناس يهتمون بما يؤثر عليهم مباشرة. ابحث عن نقاط الالتقاء بين فكرتك واهتماماتهم. قبل ما تتكلم فكر بعمق: مين اللي بتعرض عليه الفكرة؟ إيه اهتماماته وأولوياته؟ المدير بيهمه المكسب والكفاءة وتقليل المخاطر. زميلك في نفس القسم بيهمه إن الفكرة ما تزودش عليه شغل أو إنها هتسهل عليه. قدم فكرتك من منظورهم هم، وركز على المنفعة اللي هتعود عليهم هم وعلى القسم أو الشركة ككل. مثال: بدل ما تقول أنا عايز أعمل التطبيق ده، قول التطبيق ده هيزود مبيعاتنا بنسبة 20%، وهيوفر على فريق التسويق 10 ساعات في الأسبوع، وهيخلي شغلكم أسهل وأكثر كفاءة. الخطوة الثانية: ابدأ بلماذا، ثم ماذا، ثم كيف. The Golden Circle Principle. المبدأ النفسي: الناس لا يشترون ماذا تفعل، بل لماذا تفعله. المشاعر تحرك القرارات. ما تدخلش على طول في تفاصيل إزاي هتعمل الفكرة. ابدأ دايماً بليه الفكرة دي مهمة، إيه المشكلة اللي بتحلها، وإيه القيمة أو الفايدة الجوهرية اللي هتعود على الجميع. بعد ما توضح لماذا، انتقل لماذا، إيه هي فكرتك، ثم كيف، إزاي هننفذها. الخطوة الثالثة: قدم أدلة وبيانات قوية وموثوقة. المبدأ النفسي: الأرقام والوقائع تضفي مصداقية وتتجاوز الآراء الشخصية. الأفكار بدون دليل هي مجرد آراء وممكن تتصد بسهولة. عشان فكرتك تكون مقنعة، ادعمها ببيانات، أرقام، رسوم بيانية، دراسات حالة، أو حتى نتائج تجربة بسيطة عملتها بنفسك. تأكد إن مصادرك موثوقة. مثال: التقرير الأخير بيوضح إن 70% من العملاء بتواجه المشكلة دي، والأعرض رسم بياني، والحل اللي بقترحه جربته على نطاق صغير، وأذكر النتائج
وحقق زيادة في رضا العملاء بنسبة 15%. الخطوة الرابعة: ابني ثقة ومصداقية credibility and ethos. المبدأ النفسي: الناس يقتنعون بمن يثقون بهم ويحترمونهم. سلوكك المتسق يبني هذه الثقة. الناس بتثق في اللي بيعملوا اللي بيقولوه. عشان تكون مقنع لازم تكون موثوق فيه في المقام الأول. التزم بوعودك، اعترف بخطأك لو كنت غلطان، وكن شفافاً في تعاملاتك، واسمع آراء الآخرين بجدية. الثقة هي الأساس اللي بتبني عليه كل محاولات الإقناع. الخطوة الخامسة: كن متعاوناً ومتاحاً للنقاش، لا مسيطراً. collaborative approach. المبدأ النفسي: إشراك الآخرين يجعلهم يشعروا بالملكية للفكرة ويزيد من تقبلهم ليها. قدم فكرتك كفكرة أولية أو مقترح وادعوهم يشاركوا في تطويرها. استخدم لغة زي إيه رأيكم فيه؟ أو إزاي ممكن نحسنها مع بعض؟ أو مين عنده إضافة تخلي الفكرة أقوى؟ ده بيخليهم يحسوا إن الفكرة فكرتهم هم كمان، مش فكرتك لوحدك، وبيقلل المقاومة. كن منفتحاً على النقد البناء والتعديلات. الخطوة السادسة: توقع الاعتراضات وجهز ردودك anticipate objections. المبدأ النفسي: التحضير الجيد للردود يظهر احترافيتك ويقلل من فرص الرفض. فكر في كل الاعتراضات أو الأسئلة المحتملة اللي ممكن تثار ضد فكرتك وجهز إجابات منطقية ليها. ده بيخليك تظهر كشخص فاهم لجوانب الموضوع كلها وبيقلل من فرص المفاجأة. مثال: لو فكرتك هتحتاج وقت ومجهود، ممكن تقول: أعرف إن الفكرة دي هتحتاج استثمار للوقت في البداية، لكن على المدى الطويل هتوفر علينا كذا وكذا. الخلاصة: الإقناع هو فن التأثير الإيجابي وصناعة التوافق. الإقناع مش معناه إنك تكون الشخص اللي صوته عالي، لأ، هو معناه إنك تكون الشخص اللي أفكاره ليها صدى وتأثير، واللي بيعرف يوصل رؤيته للآخرين بطريقة تخدم الجميع. لما تتعلم فن الإقناع، هتحول نفسك من شخص عنده أفكار عظيمة لشخص بيحقق أفكاره العظيمة وبيصنع التغيير الإيجابي في بيئة عمله. ابدأ اليوم بتطبيق خطوة واحدة بس. يا رب يكون الفيديو ده مفيد ومختلف. شاركنا في التعليقات، إيه أول خطوة هتعملها النهاردة عشان تقنع زملائك بفكرة جديدة؟ وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير.